متابعات وحبيبات زهت أبو ظبي، بعلمكم على آلة حلب الشعرية. تبون ولا ما تبون؟ طبعا المكونات كلكم أكيد عندكم في بيوتكم، وحتى عندكم تروحون الجمعية الحين وتشترون. عندكم الشعرية الباكستانية، نشا، زبدة، لتر حليب، ماي زهر، قشطة وسكر. أكيد كنا عندنا في البيت قشطة وسكر وزبدة ونشا وحليب وماي ورد أو ماي زهر. طبعا يفضل ماي زهر اليوم لأني بسوي المهلبية. اليوم بسوي آلة حلا بالشعرية الباكستانية. نكسر الشعرية بهالطريقة هاي، كسرونها كسرات صغيرة. بعد ما بكسرها بقليها في شوف الزبدة يا بنات. فهاي الشعرية بتحصلونها في كل مكان، ممكن تسألون زهرة من وين، في الجمعيات، في البقالات. شعرية باكستانية. هاي طبعا من ألذ الحلا اللي دائما أسويها في رمضان. الزبدة اللي ممكن ندوبها ممكن 3 خواشي كبار أو 4. بعد ما ندوب الزبدة بنات بنحط الشعرية. تحملوا تحرقون الشعرية، تخلون على نار هادية لين ما تتحمر وتغير لونها اوكي على لون الذهبي، وعقب سكرون عليها. يلا يا ريحة الشعرية، يا سلام يا سلام. من الألذ الحلا اللي دائما أنا أسويه في رمضان. فطريقة سهلة. شوفوا بدأت تغير لونها. أقل من 5 أو أقل من 3 دقايق حمرت الشعرية. متابعة الحين الخطوة الثانية اللي راح أسويها، تابعوني. أقل من 5 أو أقل من 3 دقايق حمرت الشعرية. متابعة الحين الخطوة الثانية اللي راح أسويها، تابعوني. أقل من 5 أو أقل من 3 دقايق حمرت الشعرية. متابعة الحين الخطوة الثانية اللي راح أسويها، تابعوني. أقل من 5 أو أقل من 3 دقايق حمرت الشعرية. متابعة الحين الخطوة الثانية اللي راح أسويها، تابعوني. أقل من 5 أو أقل من 3 دقايق حمرت الشعرية. متابعة الحين الخطوة الثانية اللي راح أسويها، تابعوني. الشعرية في الكاسات. الحين بعلمكم على طريقة المهلبية. طبعا كمية الشعرية بخليها لأني بزين فيها بعدين. وتابعوني أحلى متابعات زهرة أبو ظبي، ورمضان كريم علينا وعليكم. حليب ساعد. مكونات وايد سهلة يا خواتي. وأنا طبعا دائما ما أحب أشتري المهلبية جاهزة، أحب دائما أروح أسويها في البيت مع 5 خواشي. الله يسلمكم، خواشي كبار نشا. زين. طبعا أفضل قشطة بالنسبة لي أنا قشطة المراعي. بدون دائما تاخذون خذوا قشطة المراعي. القوام غير، الطعم غير. علبة واحدة. وبعد الله يسلمكم نحط السكر. فنجانين على حسب الرغبة، فنجانين سكر. وبالنسبة الله يسلمكم الماي الزهر، مش ماي الورد، ماي الزهر فنجان. ونبدأ نخلط المقادير كلها مع بعض. اوكي. خليه على نار وسط مع التحريك المستمر. وبعد ما تتماسك المقادير كلها مع بعض نحطها على الشعرية. يا بنات كيف القوام المهلبية؟ المقادير كلها تماسكت مع بعض أقل من 5 دقايق. ما ياخذ وقت، بس بالنسبة لي أنا التصوير ياخذ مني وقت، فمعاكم ما راح ياخذ وقت. وأنا أقول لكم جربوها وسووها. الشعرية هذه لذيذة مع المهلبية خيال. أوكي. الحين
الحين بنبدأ نصففهم، نحط في الكاسات اللي حطينا، نحط على الشعرية بهالطريقة. لا ما اريد الشعرية تخترق، ابغى تكون ايوه. فديروا بالكم ما تتحملوا، عم تطلع الشعرية فوق. معلومة لازم تعرفونها بنات، اشياء حار ما تدخلونها في الثلاجة، تخلونها تبرد شوي عقب تدخلونها الثلاجة. الحين بعد ما تبرد شوية بنزينها بالشعرية اللي حمرتها قبل شوي. وعلينا وعليكم بألف عافية ورمضان كريم علينا وعليكم. الضيافة من محل أشياء، شكرا لمحل أشياء. متابعتي جميلاتي عزيزاتي، هاي طبعا خلاص الخطوة الأخيرة اللي سويتها، حطيت الشعرية على المهلبية وبدخلها الثلاجة لين ما تبرد. وعلينا وعليكم بألف عافية ورمضان كريم. روحي